كريستيانو رونالدو دوس سانتوس افيرو واحد من افضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وكتير من محبيه بيعتبروه الافضل على الاطلاق. بس الجدال ده مش موضوعنا النهارده. وواحدة من أهم المميزات اللي بيتميز بيها مشوار رونالدو هي الاحترافية، وإنه نافس تقريبا لمدة 15 سنة أو أكثر في أعلى المستويات مع منتخب بلاده ومع الفرق اللي لعب ليها. ولكن يظل موسم 2007-2008 هو الموسم اللي كريستيانو رونالدو كان فيه على قمة كرة القدم منفردا، موسم بيتم اعتباره أفضل موسم للاعب في الدوري الإنجليزي على الإطلاق، الموسم اللي رونالدو حصل فيه على كرته الذهبية الأولى وحقق كل الألقاب الفردية الممكنة وكمان الألقاب الجماعية الكبرى، موسم أثبت فيه إنه الأفضل في العالم زي ما قال قبلها بكام سنة في لقاء تلفزيوني عابر. Who's the best player in the world ever? For me, the best player in the world ever, Diego Maradona. موسم كسر فيه أرقام قياسية كتير، وكان أول جناح يحقق لقب هداف الدوري الإنجليزي بعد ما كانت حكرا على المهاجمين ورؤوس الحربة فقط. ورغم إنه ثامن أفضل موسم تهديفيا لرونالدو، إلا إن ناس كتير بتعتبره الموسم الأميز والأفضل للدون، الموسم اللي جمع بين رونالدو المهاري صاحب الحركات الاستعراضية المبهرة ورونالدو السريع مخترق الدفاعات، ورونالدو صانع الأهداف بطرق رائعة، ورونالدو الهداف الخارق بكل الطرق. فمعاكم أحمد الجعفري، وفي الفيديو ده هنتكلم عن موسم كريستيانو رونالدو 2007-2008 بالتفصيل. بالتأكيد الدوري الإنجليزي مر عليه مواسم خرافية لأكثر من لاعب، منهم حتى اللي عدى رونالدو إحصائيا في الأرقام، آخرهم هالاند في 22-23 لما فاز بالثلاثية رفقة السيتي وكان النجم الأول للفريق وحطم كل الأرقام القياسية من حيث التسجيل في الدوري، وكان هداف الدوري ودوري الأبطال لما سجل 36 هدف في 35 مباراة في الدوري كأكبر عدد من الأهداف في تاريخ الدوري مع صناعة 8 أهداف لزمايله، و12 هدف في دوري الأبطال وبمجموع 52 هدف في الموسم. مستوى خرافي في التسجيل، ولكن مش نفس المستوى اكيد في المراوغات وبناء اللعب وصناعته. عملنا فيديو عن هالاند واتكلمنا عن الموسم ده تحديدا، وطبعا الفرنسي تيري هنري اللي بيتم اعتباره افضل لاعب في تاريخ البريمير ليج، وتحديدا موسم 2003-2004 لما قاد جيل الانفنسبلز للفوز بالدوري الانجليزي بدون هزيمه، وسجل 30 هدف وصنع 6 في الدوري، وسجل 39 هدف في كل البطولات. هنري طبعا تميز بالتسجيل والتمرير والمراوغات واللقطات الفنيه الخارقه، ولكن لم يتحصل على بطولة كبرى غير دوري لا هزيمة في الموسم ده، واللي عملنا عنه فيديو برضه. وموسم سواريز 2013-2014 رفقة ليفربول، واللي كان خارق وبيعتبر اندر ريتد جدا. الارجواني سجل 31 هدف في 33 مباراة، وعاد الرقم رونالدو الهداف الدوري في نظامه الحديث. ولكن المبهر ان سواريز عمل 17 اسيست في الدوري في الموسم ده، يعني ساهم ب 48 هدف في الدوري من 101 هدف سجلهم ليفربول في الدوري في الموسم ده، يعني تقريبا 50% من اهداف الريدز اللي كانوا على بعد نقطة وحيدة من الفوز بلقب الدوري اللي كان وقتها هيفك عقدة 24 سنة، واللي خسروه لصالح السيتي بعد زحلقة الأسطورة جيرارد طبعا قبل نهاية الدوري بجولتين. ولكنه كان موسم صفري للريدز ولسواريز، وموسم مماثل تقريبا لمحمد صلاح مع ليفربول أيضا، كسر فيه رقم سواريز ورونالدو وسجل 32 هدف في 36 مباراة كأكثر عدد من الأهداف في نظام الدوري الحديث من 38 مباراة، وصنع 11 هدف عشان يكون ساهم ب 43 هدف في الدوري من 84 هدف احرزوهم الريدز في مشوار حصولهم على المركز الثالث. واهدافه العشرة في دوري الابطال مع صناعته الخمسة غيرهم كانوا من اسباب وصول ليفربول للمباراة النهائية اللي خسروها امام ريال مدريد بعد اصابة صلاح في منتصف الشوط الاول وخروجه، وبالتالي كان موسم صفري هو الاخر. ولكن في لاعب واحد تفوق على كل دول، وهو كريستيانو رونالدو في 2007-2008. رونالدو احرز 31 هدف، وده وقتها كان الرقم القياسي للاهداف في موسم واحد في دوري 38 مباراة، اللي عادله سواريز وتخطاه صلاح بهدف، ورجع وكسر هالاند وكسر معاه رقم الدوري بشكل عام سواء 38 او 42 لقاء، وصنع 7 اهداف، يعني ساهم في 38 هدف من ال80 اللي سجلوهم اليونايتد في مشوار فوزهم باللقب للمرة الثانية على التوالي، غير انه كان هداف دوري الابطال ب8 اهداف منهم هدف في النهائي في مشوار فوز اليونايتد باللقب. ولكن المميز في رونالدو في 2007-2008 انه غير سجله التهديفي هو اداؤه الفردي وحجم الاعتماد عليه
عليه في هجوم الشياطين الحمر وحجم تأثيره بالإضافة لمهاراته الفنية والاستعراضية اللي بيعشقها جماهير كرة القدم. كل ده خلاه بعد ما فاز بالدوري ودوري الأبطال إنه يتحصل على هداف الدوري ودوري الأبطال وأفضل لاعب في الدوري وأوروبا والبالندور وجائزة الفيفا الأفضل لاعب والحذاء الذهبي المقدمة لأكثر لاعب يسجل أهداف في الدوريات الأوروبية. وكانت أول مرة تقريبا لاعب جناح يكون هداف الدوري الإنجليزي بعد ما سيطر المهاجمين ورؤوس الحربة على الجائزة، في إشارة لبداية عصر الجناح الهداف أو الجناح العصري. وكانت أول مرة لاعب يجمع بين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من البي اف اي والبالندور، فطبيعي إن محللين كتير يشوفوا إن ده الموسم الأفضل للاعب في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ. لاعب جمع بين كل حاجة وفاز بكل حاجة، موسم ساهم في زيادة شعبية الدون الجارفة عبر العالم. فخلينا نشوف كل ده حصل ازاي وبدأ منين. كلنا عارفين بداية الحكاية. رونالدو انتقل لليونايتد في 2003 بعد ما أداؤه الخارق أمامهم مع سبورتنج لشبونة في مباراة ودية سرع من توقيعهم معاه، وبعد ما خرج جون إيشيه ولاعبي اليونايتد يطلبوا من السير إن هم يضموه. وبالفعل رونالدو أصبح أول لاعب برتغالي في تاريخ الشياطين الحمر، ووقتها كان أغلى لاعب شاب في العالم ب 12 مليون يورو. ورغم إنه طلب رقم 28 اللي كان رقمه مع سبورتنج لشبونة، ولكن السير رأى أن يرتدي الرقم 7، الرقم الأسطوري في مان يونايتد واللي شالوا بيكهام وكانتونا وجورج بيست. وده كان عامل تحفيز إضافي للشاب البرتغالي صاحب ال 18 عام. وبعد 3 مواسم لعبهم رونالدو أغلب الوقت كجناح أيمن في خطة 4-4-2 من منتصف الملعب، أبهر فيه الدوري الإنجليزي من حيث المراوغات والانطلاقات والشخصية، ولكنه لم يكن المسؤول الأول عن التهديف أو الصناعة، بل بالعكس كمان أرقامه تعتبر متواضعة جدا ومناسبة إلى حد ما لشاب لسه في بداية العشرينات، على عكس زميله الشاب واين روني اللي وصل لليونايتد بعده بسنة وأحرز 17 هدف وصنع 5 أهداف في أول موسم ليه. وفضلت أرقامه في تصاعد من وقتها، وقدر يكون جزء من ثنائيات الهجوم مع فان نيستلروي اللي ما كانش بيفضل طريقة لعب رونالدو أو ساها لاحقا، إلى أن أتى موسم 2006-2007 رونالدو أصبح أقرب للمنطقة وأرقامه تضاعفت، سواء في التسجيل لما سجل 23 هدف منهم 17 في الدوري، أو الصناعة لما صنع 14 هدف منهم 8 في الدوري، وكان هداف الفريق بالتساوي مع واين روني. وده كان طبعا بعد حادثة الغمزة في كأس العالم لما احتج على الحكم وتسبب في طرد زميله من اليونايتد روني برضه. وجماهير كل الملاعب الإنجليزية كانت بتهتف ضده حرفيا، ده حتى كتب في جريدة ذا جارديان جيت اوت اوف مانشستر. ولكن رونالدو أخرس الجميع بسلسلة من الأداءات الخارقة في نوفمبر وديسمبر، واحدة من التحديات اللي رونالدو واجهها مبكرا في مشواره وانتصر فيها. رونالدو وقتها تحصل على جائزة لاعب الشهر في شهرين متتاليين، كثالث لاعب في التاريخ فقط اللي قدر يعمل كده في الدوري الإنجليزي بعد روبي فاولر ودينيس بيركام. واحد من أبرز أهدافه في الموسم ده كان أمام فولهام لما تقدم لليونايتد من هدف فردي تماما في الدقيقة 88 بعد ما تم تغيير موقعه من الجبهة اليمنى لليسرى قبل نهاية المباراة. في نهاية الموسم اليونايتد قدر يفوز بالدوري الإنجليزي بعد غياب 3 سنين، ورونالدو صاحب ال21 عام يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري وأفضل لاعب شاب في الدوري، ثاني لاعب فقط في التاريخ اللي يعمل كده بعد أندي جراي في 77، ومحدش عملها تاني بعد كده غير جاريث بيل في 2013. ورونالدو يتحصل أيضا على جائزة أفضل لاعب بتصويت الجماهير ولاعب العام من FWA. من الآخر في الموسم ده حصل على ال6 جوائز الفردية في البريمير ليج، وهو الوحيد اللي عمل كده في التاريخ، وده بعد ما بدأ الموسم كعدو الجماهير الأول في مانشستر وانجلترا، وبالتأكيد جائزة سير مات بوزبي لأفضل لاعب في العام في مانشستر يونايتد. ولكن اليونايتد خسروا نهائي الاف اي كاب أمام تشيلسي، وخرجوا من نصف نهائي دوري الأبطال أمام ميلان كاكا وأداؤه الخرافي، واللي فازوا بالبطولة في النهاية أمام ليفربول. وده الوضع قبل موسم 2007-2008 اللي جايين نتكلم عنه النهاردة. فخلينا بقى ندخل في الموسم ونشوف أهم محطاته وإيه اللي حصل فيه. بالطبع تغير شكل الفريق عن أول فريق شارك مع رونالدو، فبدل فان نيستلروي انضم تيفيز مع روني، وبدل الفرنسي بارتيز في الحراسة بقى فيه الهولندي فان دير سار، غير فيديتش في الدفاع وإيفرا كظهير، وكاريك وبارك جي سونج في المنتصف، وناني البرتغالي المشابه جدا لطريقة لعب رونالدو على الجناح، مع طبعا أعمدة الفريق فرناند وويس براون وسكولز وجيجز تحديدا اقترب أكثر لمنتصف الملعب لتقدمه في السن ولترك مساحة أكبر لرونالدو في الهجوم. والسير اعتمد على
على خطتين اساسيتين في اغلب الموسم. خطة في الدوري كانت اقرب ل 4-4-2 مع رونالدو في الجناح الايمن، ولكنه اقرب للهجوم من جيجز في الطرف الايسر. وفي عدد من المباريات رونالدو لعب كجناح ايسر مع ضم جيجز لمنتصف الملعب، او حتى في حالة غياب جيجز وحضور بارك جي سونج او ناني في خطة اقرب ل 4-3-3. ولكن في مباريات كتير في دوري الابطال السيد لعب بشكل اقرب ل 4-2-3-1 بروني على الطرف الايسر وبارك جي سونج او ناني على اليمين، ورونالدو في المقدمة واللي بيتجه للطرف الايسر ومن وراه تيفيز في العمق. اليونايتد فاز بكأس الدرع المجتمعية امام تشيلسي في بداية الموسم بضربات الترجيح بعد تألق حارسه فاندر سار وتصديه لكل ضربات الترجيح الثلاثة اللي لعبها لاعبي تشيلسي. ورغم بقى كل الكلام ده الا ان اليونايتد بدأ الموسم بشكل سيء جدا. تعادلين ثم هزيمة امام السيتي في الديربي تركت اليونايتد في المركز ال17 في الدوري، ورونالدو يبدأ الموسم بشكل أسوأ لما تحصل على البطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة الثانية اللي انتهت بالتعادل 1-1 امام بورنموث بعد شجار مع لاعب الفريق الخصم ونطح رونالدو له بالرأس. بطاقة وعقوبة غاب على اثرها 3 مباريات، وما كان من السير الا ان احل بناني مكان رونالدو، وناني ما قصرش، سجل الهدف الوحيد امام توتنهام اللي اعطى اليونايتد اول فوز في الدوري، وصنع هدف المباراة ايضا لفيديتش امام ايفرتون في المباراة اللي شهدت عودة رونالدو. ولكن كان واضح ان رونالدو ما رجعش لسه للفورمة اللي نهى بيها الموسم الماضي، بل ان رونالدو انتظر لحد منتصف سبتمبر ومباراة دوري الابطال الاولى امام سبورتنج لشبونة فريقه السابق عشان يسجل اول اهدافه في الموسم ويهدي اليونايتد اول 3 نقاط في دور المجموعات، ويرفض يحتفل امام جماهير فريقه السابق احتراما ليهم. ومن بعدها بدأ يحرز الاهداف واحدا تلو الاخر، وكتير من اهدافه كانت السبب الرئيسي في فوز اليونايتد، زي الهدفين امام ايفرتون في فوز اليونايتد 2-1، وتحديدا الهدف الاول الرائع برجله الضعيفة. ولكن رغم تسجيل رونالدو تقريبا في كل مباراة، اليونايتد لم يصعد للمركز الاول حتى مباراة ساندرلاند اللي انتصروا فيها برباعية في الجولة ال19، واللي رونالدو سجل فيها تاني ضرباته الحرة في الموسم بطريقة اكثر من رائعة بعد ما كان سجل ضربة حرة في دوري الابطال امام لشبونة في الاولد ترافورد بعد ما صنع الهدف الاول لتيفيز. ولكن خسارتهم في الاسبوع اللي بعده مباشرة من ويست هام خارج ملعبهم 2-1 في مباراة سجل فيها رونالدو واضاع ضربة جزاء كان معناها رجوع ارسنال للصدارة، واللي كان بادئ الموسم بشكل رائع مع ارسن فينجر. ومن الحاجات الغريبة ان رونالدو في فترته الاولى مع اليونايتد لم يضيع في 6 مواسم كاملة غير 4 ضربات جزاء من 22 ضربة جزاء سددهم، بما فيهم ضربات الترجيح. 3 منهم كانت في الموسم ده، واولهم كانت امام ويست هام، و2 منهم كانوا في نص النهائي ونهائي دوري الابطال. ولكن عشان نكون قلنا معلومة كاملة، هو اصبح المسدد الرئيسي ابتداء من موسمه الرابع 2006-2007 فقط. ومع ذلك رونالدو برضه هو اللي استعاد الصدارة للشياطين الحمر بعد ما صنع هدف اللقاء الوحيد امام برمنجهام بشكل رائع بكعبه لتيفيز. واللحظة الاهم كانت في 12 يناير 2008 في الجولة ال 22 من الدوري، لما سجل البرتغالي اول هاتريك ليه في مشواره الاحترافي، واللي كان في الفوز على نيوكاسل بسداسية امام انظار جماهير الاولد ترافورد. الاول من ضربة حرة مخادعة من تحت الحائط البشري، والثاني بيمينه من انفراد بالحارس بعد اسيست تيفيز، والثالث بيساره بعد ما روض الكرة مرتدة وراوغ الدفاع عشان يوصل رونالدو لهدفه ال16 في الدوري. وهدفه امام بورتسموث رونالدو يرى انه ربما افضل هدف من ضربة حرة احرزه حتى الان، بعد ما كان احرز الهدف الاول في المباراة بالفعل. غياب رونالدو عن التسجيل في التعادل امام توتنهام والخسارة امام السيتي بعده اليونايتد عن القمة مرة اخرى ليحتلها ارسنال مجددا. مباشرة بعدها رونالدو يقابل خصمه المفضل في الدوري في الموسم ده نيوكاسل ويسجل هدفين ويصنع الثالث في فوز الشياطين بخماسية. ولكن الهدف الاهم كان الهدف الوحيد في مباراة ديربي كاونتي اللي صعد باليونايتد مرة اخرى للصدارة في ظل تعثر الارسنال في التعادل امام ميدلسبرا. هدف رونالدو في مباراة ديربي كاونتي بدأ سلسلة من التسجيل في مباريات متتالية وصلت ل6 مباريات، منهم هدفين امام بولتون، وتحديدا هدفه الثاني من ضربة حرة من مسافة 33 ياردة خلته يتخطى رقم جورج بيست كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد رفقة الشياطين الحمر، الرقم اللي كان يمتلكه بيست ب 32 هدف في موسم 67-68. ده غير رأسيته في ليفربول وكعبه في أستون فيلا. والمباراة دي تحديدا رونالدو سجل هدف وعمل هاتريك صناعة لتيفيز وروني، عرضية رهيبة لتيفيز وأسيست بكعبه وضع روني في انفراد مع الحارس. وبينيا روني سددها من لمسة واحدة في مرمى أستون فيلا.
ثم يسجل رونالدو هدف في أرسنال. سلسلة التسجيل المتتالي لرونالدو ساعدت اليونايتد للوصول ل9 مباريات بدون هزيمة، وفي دوري الأبطال هدفه أمام ليون ضمن لليونايتد التأهل بعد تعادله في الذهاب 1-1، وهدفه من رأسية صاروخية من الوضع طائرا، واللي وقت عرضية سكولز ما كانش موجود في الكادر أصلا. ساعد اليونايتد في الفوز على روما 2-0 في الأولمبيكو، وتأهلوا لنصف النهائي بنتيجة 3-0 بمجموع اللقاءين بعد إراحة رونالدو على الدكة لمواجهة أرسنال اللي سجل فيها الدون زي ما قلنا. ولكن قبل سلسلة التسجيل المتتالي دي، رونالدو ومانشستر يونايتد خرجوا من منافسات الاف اي كاب من ربع النهائي امام بورتسموث، مباراة وقف فيها 3 حراس لليونايتد. فاندر سار اللي بدأ اللقاء وخرج مصابا بين الشوطين عشان ينزل مكانه البديل توماس كوشاك، واللي تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 76 بعد التدخل على مهاجم بورتسموث في منطقة الجزاء. وريو فيرديناند اللي وقف كحارس مرمى بعد استخدام اليونايتد لكامل تبديلاته، ولكنه فشل في التصدي لضربة الجزاء. والمباراة دي تحديدا اليونايتد ضيع فرص غريبة جدا، ودفاع بورتسموث استقتل في الدفاع عن مرماه، وفي النهاية قدروا فعلا يحققوا اللقب. وفي مشوار اليونايتد قبل ما يخرجوا من الاف اي كاب، رونالدو كان احرز هدف في استون فيلا وثنائية في مرمى توتنهام قبل ما يودعوا البطولة من ربع النهائي. الأسبوع الأخير في شهر إبريل قد يكون الأسوأ لرونالدو من بداية الموسم، ولكنه لم يكن بنفس السوء لليونايتد. أسبوع كان الشياطين الحمر على وشك أن يفقدوا فيه كل شيء بنوه من بداية الموسم. بدأ بالتعادل السلبي أمام برشلونة في نص نهائي دوري الأبطال في الكامب نو، مباراة شهدت المواجهة الأولى بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على أرض الملعب، وأضاع فيها الأخير ضربة جزاء هي الثانية الموسم ده بعد ضربة جزاء واستهام. والمباراة الثانية في الأسبوع كانت أمام تشيلسي، واللي أقال مدربه جوزيه مورينيو في بداية الموسم، واللي أصبح ملاحق اليونايتد في المركز الثاني بعد تراجع أرسنال. ثنائية بلك فتحت صراع الصدارة على مصراعيها ليتساوى الفريقان ب81 نقطة وباقي أسبوعين بس على نهاية الدوري. والمباراة الثالثة كانت أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال في الأولد ترافورد، واللي أحرز هدفها الوحيد هو سكولز بعد تسلله من خلف ميسي واستغلاله لإخراج برشلونة الخاطئ للكرة، وسددها بشكل رائع لتسكن مرمى فيكتور فالديز. الغريب ان المباراة شهدت مواجهة فردية بين ميسي وسكولز، تفوق فيها ميسي في اكثر من مرة ولكنه فشل في احراز الاهداف، وسكولز هو من انتهى به الامر للتسجيل في الدقيقة 14 من تسديدة رائعة ليقود اليونايتد للمباراة النهائية لملاقاة تشيلسي مرة اخرى. فقدان النقاط في اخر جولتين من الدوري لم يكن خيار مطروح اذا ما اراد اليونايتد تحقيق اللقب. المباراة الاولى كانت امام وست هام، واللي هزم اليونايتد امامهم في ذهاب الدوري، وشهدت اضاعة رونالدو ضربة جزاء رغم افتتاحه التسجيل زي ما قلنا. ويبدو ان رونالدو واليونايتد تعلموا من درس الذهاب فقاموا بانهاء المباراة مبكرا. رونالدو احرز هدف في اول 3 دقائق وضاعف النتيجة في الدقيقة 24 قبل ما يضيف تيفيز الهدف الثالث بعدها بدقيقتين، وحتى بعد احراز وست هام لهدف تقليص النتيجة وكمان طرد ناني في الدقيقة 37 رجع اليونايتد يأكد على نيته في الفوز عن طريق كاريك في بداية الشوط الثاني. ووصول رونالدو للهدف ال30 كان له معنى خاص للبرتغالي، لانه اصبح اول لاعب في تاريخ اليونايتد يتخطى 30 هدف في الدوري منذ دينيس لو في 63-64، وخامس لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي بشكل عام. ولكن تشيلسي استمر في الضغط على اليونايتد لما فاز امام نيوكاسل بثنائية عشان يتأجل الحسم للجولة الختامية، اليونايتد امام ويجان وتشيلسي امام بولتون. وفي 11 مايو 2008 الساعة 3 عصرا انطلقت منافسات الجولة الأخيرة من الموسم. رونالدو يسدد ركلة حرة من مسافة 35 ياردة ولكن الحارس يتصدى، ودروجبا يضيع التقدم من كرة سهلة كان فيها في مواجهة الشباك الخالية في لندن. القائد جون تيري يصاب ويخرج من المباراة في تبديل اضطراري مبكر، ودروجبا يكاد أن يسجل من ضربة حرة تخطئ طريقها للمرمى في الوقت اللي روني يتحصل فيها على ضربة جزاء للشياطين الحمر يسجلها رونالدو بنجاح ليعلن تقدم اليونايتد. الشوط الأول ينتهي واليونايتد على رأس جدول الترتيب، ومع بداية الشوط الثاني يسقط سكولز بعد تدخل مدافع ويجن عليه في المنطقة، ولكن الحكم لا يتحرك ساكنا. تسديدة مالودا ترتطم بالعارضة الأفقية بعد تصدي الحارس العماني علي الحبسي لها، تلتها انطلاق دروجبا من منتصف الملعب ومراوغة الدفاع، ولكن الحارس يتصدى مجددا ليحولها ركنية تكرر تنفيذها 3 مرات قبل أن تسدد من الكرة الثانية من جو كول وتأتي أمام شيفتشينكو البديل اللي يسجل أول أهداف البلوز. يتعادل الفريقان مرة أخرى في مقدمة الجدول مع فرق الأهداف لصالح يونايتد. العارضة وأشلي كول يمنعان بولتون من التعادل، وفي ويجان روني يمرر بينية لجيجز البديل
البديل اللي يسجل الثاني لليونايتد في الدقيقة 80. وبعد ما وصل خبر تقدم اليونايتد بهدف ثاني للستانفورد بريدج، جاء هدف بولتون في الدقيقة 90 بنفس طريقة تسجيل تشيلسي، ليحظى اليونايتد بالصدارة منفردا بفرق نقطتين عن تشيلسي، ويتحصل على الدور الثاني على التوالي، ويتفرغ مانشستر يونايتد ونجم رونالدو لمواجهة تشيلسي مرة أخرى، ولكن المرة دي في نهائي دوري الأبطال في موسكو. رونالدو ما استناش كتير عشان يسجل، في منتصف الشوط الاول يقفز قفزه خارقه هيتميز بيها بعد كده ليحول عرضيه ويست براون لهدف النهائي الاول. قفزه رونالدو تركت دفاع تشيلسي وفي مقدمتهم اسيان في حاله من الذهول، ووصلته لهدفه ال 42 في الموسم والثامن في دوري الابطال. ولكن لامبارد يعادل النتيجه لتشيلسي قبل نهايه الشوط الاول من هجمه فاجأت دفاع اليونايتد وحارسه. تعادل استمر لنهايه الشوط الثاني والاشواط الاضافيه لتنتقل المباراه ضربات الترجيح بعد طرد دروجبا اللي صفع فيديتش في وسط خلاف بين اللاعبين. وبعد تسجيل لاعبان من كل فريق تقدم رونالدو لتنفيذ الركله الثالثه، ولكن التشيك يستطيع التصدي لكره البرتغالي. وبعد تسجيل كلا الفريقين ولما جت الكره الخامسه اللي لو سجلها القائد جون تيري ستعلن فوز البلوز، تيري ينزلق اثناء التسديد ويضيع الضربة الترجيحية ليعود التعادل مرة أخرى. وبعد الوصول للضربة السابعة تسجيل جيجز وتصدي فاندر سار لتسديدة أنيلكا كان معناه فوز اليونايتد بثالث بطولاته الأوروبية والأولى من 9 سنوات. ورونالدو يتوج بكل الجوائز الفردية الممكنة في دوري بيركليز الإنجليزي، أفضل لاعب والهداف وجائزة سباق ال 30 هدف من بيركليز، جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي من الكتاب FWA، وجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي من الرابطة BFA. بل ويتخطى ما حققه في الموسم الماضي ويتخطى الدوري الانجليزي ويغزو الجوائز الاوروبيه والعالميه، هداف دوري الابطال وافضل لاعب في اوروبا وافضل مهاجم في البطوله، الحذاء الذهبي كهداف للدوريات الاوروبيه، لاعب العام من فيفا، واخيرا الكره الذهبيه الاولى في مشواره الرياضي. رونالدو على قمة كرة القدم، ومن وقتها لم يستطع لاعب في مانشستر يونايتد أن يكرر نفس نجاحات البرتغالي. رونالدو سجل في الموسم ده 42 هدف في كل البطولات، وكالعادة خلينا نحلل الأهداف دي بطريقتنا الخاصة، بالإضافة لحجم التأثير اللي عمله بأهدافه دي، وأكيد اللي عمله زمايله في الفريق من أجل الفوز بثنائية الدوري ودوري الأبطال. أهداف رونالدو ال 42 كانت كالتالي: 27 هدف برجله اليمنى، منهم هدف بالكعب وهدف بالركبة، و7 باليسرى و9 بالرأس. 5 من أهدافه تم تسجيلها بطريقة سهلة أو تب إن، 4 من لمسة واحدة من داخل المنطقة ولكنها كانت أهداف صعبة، و8 من داخل المنطقة بعد لمس الكرة أكثر من مرة، هدفين بعد مراوغة الحارس وهدفين من خارج المنطقة. وسجل 5 أهداف من ضربات حرة و7 من ضربات جزاء. 8 من أهدافه جت بعد مراوغ مدافع قبل التسجيل. وبالنسبة لموقعه في الهجمة فهو سجل 11 مرة من الطرف الأيمن للملعب، و11 من منتصف الهجوم، و8 من الطرف الأيسر، بدون احتساب ضربات الجزاء والضربات الحرة طبعا. رونالدو صاحب ال 23 عام أهدافه ساهمت بشكل مباشر في حصول اليونايتد على 38 نقطة من ال 87 اللي احتاجوهم في مشوار حصد اللقب، وفي 8 مناسبات في الدوري كان هو المسجل الوحيد لليونايتد. 7 مرات فاز اليونايتد وخسر في مرة وحيدة أمام وستهام خارج أرضه لما رونالدو برضه ضيع ضربة جزاء. وبالتأكيد رونالدو استفاد من دعم زملائه وتوجيه وخطة السير أليكس فيرغسون زي ما هو ساعدهم. ثلاثي هجوم اليونايتد المتمثل في رونالدو وروني وتيفيس ساهموا ب 71.8% من أهداف اليونايتد في الموسم ده، و41% من الأسيستات. الثلاثي مجتمعين سجلوا 57 هدف في الدوري، أكثر من 14 من أصل 19 فريق في الموسم ده في الدوري الإنجليزي، بما فيهم إيفرتون اللي حل في خامس الترتيب. وتخيل صديق الرائع، رابع هدافين اليونايتد بعد الثلاثي كان لويس ساها ب5 أهداف بس. وبالنسبة لدفاع اليونايتد فقد تلقى 22 هدف بس طوال الموسم في الدوري، وده رابع أقل عدد من الأهداف يتلقاه فريق في تاريخ البريمير ليج. 12 مرة تلقى هدف واحد و5 مرات تلقى هدفين، ولم يدخل في مرماه أكثر من هدفين في أي مباراة. وقدر حراس اليونايتد يخرجوا بشباك نظيفة في 21 مناسبة، وده ثامن أعلى عدد من الكلين شيتس يحققه فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي، 15 منهم كان فاندر سار الحارس. الموسم التالي كان الأخير لرونالدو مع اليونايتد، ورغم إنه ما كانش في نفس مستوى 2007-2008 إلا إنه كان في لحظات مهمة وحاسمة كتير للبرتغالي، وقدر يفوز معاهم بالدوري الثالث على
على التوالي ويوصل لنهائي دوري الأبطال للسنة الثانية على التوالي، واللي واجه فيه برشلونة في 2009 وجيله الذهبي، ولقاء تاني مع ليونيل ميسي قبل ما ينتقل رونالدو لريال مدريد ويتحول الكلاسيكو لأكبر ملحمة كروية فردية بجانب كونه واحد من أكبر اللقاءات أهمية في كرة القدم أصلا سنويا. ولكن بالتأكيد دي حكاية تانية لفيديو تاني. فشكرا ليك صديقي الرائع لو كملت الفيديو لحد هنا، واستنانا في فيديوهات رائعة جاية كتير. وكان معكم الرائع دائما أحمد الجعفري. سلام.